آه. آه. حمود، لك انت شو عم تعمل هون؟ حمود، نحن حاولنا ناخدهم لهالديوك بس الشرطة كانت حتمسكنا. لا تتوقع أعطيك ديوك. طبعا إذا الشغل ما قانوني بنوب. تركنا لحالنا شوي يا رستم. ليش اجيت لهون؟ لوين بدي روح؟ عم موت أنا. ساعدني بشار. في حدا شافك جاي لعندي؟ لا. بسرعة اطلع. شو هاد؟ انظبط بدل ما تقوصه؟ بسرعة فوت. شو بدك تقول له للآغا؟ يلا يلا يلا. عمي جعفر عم دور عليك. زياد انصاب. شو عم تقول؟ وينه؟ لك وينه زياد؟ احكي. قوصوه برا وهلا هو بغيبوبة. يلا بدي اشوف زياد آغا. لا هلا المريض بغرفة العمليات. لو سمحت ما فيك بدي اشوف زياد آغا. رجاء زبري. لو سمحتي. هي غرفة العمليات ما بصير، رجاء لازم شوف زياد آغا. تفضل معي. اهدى. يا أخي شو صار لك؟ مو على أساس نحن شركاء بالربح والخسارة؟ هلأ انسالي موضوع الديوك. خلينا نتفاهم ونحل المشكلة أول. بعتذر منك، الوضع هيك طول ما انك مو حاسب حسابنا. هلا الكل عم يشوف قتال الديوك مثل الجزار. جماعة حقوق الحيوان اتفقوا علينا، يا اما منخلي الشغل قانوني يا اما انا برا. لك شو المنظر هاد؟ شو بدنا نقول له للآغا؟ تركنا منه هلا. لا تنسى كبرنا أنا وياك الشغل سوا، ولازم نكفيه سوا. انت ما قدرت هالشي وبلشت تنتقم من عالم انا ما بعرفهم ولا مين هنن حتى. شو عملتوا؟ اهدى أخي. ليش جبته لهون؟ عم يموت. في حدا شافكن أو لحقكن؟ لا ما حدا. شايفين شو صار؟ هي وقعنا بمصيبة. هلأ مو وقت النقاش. عمود لك ساعدوني. بنتي سوزان فيك تجي؟ في مشكلة عمي جعفر؟ تعالي شوي. قوصوا لزياد. شو؟ ايه والله قوصوا على زياد؟ زياد؟ اهدي بنتي. زياد؟ سوزان. زياد؟ أخي زياد. أخي. علي شير، قل لي شو صاير مع أخي؟ اهدي. مين روقي قوص على سوزان. زياد؟ روقي سوزان. بدي شوفه. عم اقول لك اهدي. سوزان بس بدي شوفه. شبك خليني روقي. شوفه. اهدي شوي. بس بدي خلص شوفه. شو صار لك سوزان؟ اهدي شوي. اهدي. بدي اشوف اخي. لك اهدي. خلوني اروح زياد لعنده. بدي منيح. اشوفه. رح تنجح العملية. وقفي شوي. اهدي يا بنتي. الله يحميك. زياد منيح. العملية حتنجح طولي إن شاء الله. بالك. لا تقلقي، رح يكون بخير.
صباح الخير يا شباب، كيف حالكم؟ نمتوا منيح امبارح؟ بس وينه الطفل؟ أي طفل؟ الطفل الصغير اللي جبتيه امبارح معك بالليل. أنا جبته معي امبارح؟ شكلنا نمنا كتير امبارح وما عرفنا شو اللي صار هون. بس معقول تكون عم تكذب؟ ايه ما في شي بعيد، ومو أول مرة بتصير، بيجي مثلهم كل يوم وللأسف عم تتكرر نفس القضية معنا. اجتمعوا الكذابين والسيئين، بس طبعاً بوجود حكمة الملك وحنية الملكة رح نحل كل شي. إذا بتريدوا لا تتركوا الأولاد لحالهم، هنن بحاجة وجودكم جنبهم، ليكوا في كتير أطفال هون وكلهم بحبوكن. برافو، حلو برافو كتير عليكم، كتير حلو. ما شاء الله عليكم. يعطيكم العافية. برافو، شيء كتير موفقين يا أولاد. انبسطنا بهالعرض. حلو، يعطيكم يا العافية. برافو. الله يقويكم. شكراً كتير. أحلى عرض الله بشوفه يقويكم. بحياتي. شغل كتير حلو. ايه والله مزبوط. شكراً، برافو عليكم. شكراً. نتشكر حضوركم معنا، وكمان قعدتكم تحت الشمس كرمال تشوفونا، وأكيد مقدرين هالشي. وهلأ مخرجة المسرحية طالبتي زينب كردمان رح تكون معكم، وبتمنى منكم إنكم تشجعوها. يلا تفضل. تفضل. يعطيكم العافية يا برافو. حلوين. كل الأساتذة اللي ساهموا وتعبوا بهالمسرحية، وبالأخص آنستي جيداء، شكراً كتير إلك. أنتي دعمتينا ووقفتي جنبنا ونحن مقدرين هالشي، شكراً كتير لإلك. بس تكبروا رح تكونوا شغلك. والله لا نعملوا هيك شيء. الو مين؟ المدرسة الابتدائية، أنا بسام. الو بسام، انا جعفر. خبر الحاج انه زياد متقوص وهلا هو بالمشفى. قوصوا لزياد؟ ايه، شو هالحكي جعفر آغا؟ مثل ما عمل لك، والله هذا اللي صار. الآغا أخذ كل الضيعة على مسرحية المدرسة، رح خبره. ايه موفقين حبيبي. الو، أنا الناطور بسام من المدرسة. لو سمحت بدي حاكي أخي عبد الله. يا أخي هذا الناطور بسام بده إياك احكي معه. دقيقة لكني جاي. شو في بسام؟ اتصل جعفر بالمدرسة، زياد انصاب، دير بالك. شو؟ طيب مات؟ ما بعرف، هلأ هو بالمشفى. خبرني إذا عرفتها. ماشي يا أخي. قوصوا لزياد، قوصوا لزياد، قوصوا لزياد. قوصوا لزياد. حاج، يا حاج، في خبر مو حلو. قوصوا زياد، قوصوه، هلأ هو بالمشفى. شو؟ يا جماعة، معقولة معقولة. يلا يا رجال يلا. يا الله دخيلة. زياد تقوص يا جماعة. شو هالحياة هي؟ يلا يا جماعة، يلا بسرعة، يلا بسرعة يا جماعة، روحوا. يلا يا جماعة، يلا. على مالك يا زياد، حاج، يلا. على مالك. زياد تقوص. روحوا خلوا الكل عن الضيعة. اركضوا اركضوا يا ناس. خبروا الكل. لا حول ولا قوة إلا زياد بالله. تقوص. زياد زياد تقوص يا جماعة. زياد صار له يا شيء جماعة أكيد. الخير. زياد تقوص. زياد الغايب. زياد تقوص. زياد صار له شيء. يلا يا جماعة. زياد 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 صار له شيء. زياد صار له شيء. زياد 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 صار له شيء. زياد يا الله، لك قوسوا لزياد، لك زياد تقوص، لك زياد تقوص.
شخصين ما قدروا على الزلمة. لك انتوا رح توقعوني بالمشاكل. الو، بدي حاكي عبد الله. انا عبد الله. انا بشار. ايه بشار، عم بسمعك. سامعني؟ شو بدك؟ في مشكلة على التليفون ما بينحكى هيك شي. طيب محمود بده يحكي معك ضروري. اعطيني اياه. عبد الله، كل مرة عم نوقع بورطة أكبر من الثانية، وهالمرة صعبة كتير، لازم نلاقي حل. لا تجي وتحط اللوم علي هلا. والله كلنا بالهوا سوا، الحيوان ما مات والصياد هرب. شو بدك؟ تمام، بشوفك بالليل بالطاحونة، انتبه ما حدا يشوفك. رح نتقابل مع عبد الله بالليل، لازم نشوف ونلاقي حل للقصة قبل ما تكبر أكتر من هيك. يلا خلينا نروح قبل ما يمسكونا. عملت اللي عليك يا عبد الله، حتى تصرفت بدون شكور، اعتمدت على حالك. امي نايمه فوق، ما تاكل هم يا مهران اغا. الو. الو مهران اغا، التليفون إلك يا اخي. الو، انا علي شير. اهلين فيك. جايب لك خبر كتير سيء. قوصوا زياد اغا. شو قلت؟ قوصوا زياد اغا. تعال بسرعة اخي مهران، هو بالعمليات. جاي فورا. قوصوا على زياد، لازم نروح فورا. يلا تعال. اسمعني، بدي اياك تروح على المستشفى بدون ما حدا يعرف وتشوف الوضع هنيك، وترجع تخبرني، وان شاء الله بيموت وبنخلص منه. ان شاء الله يا اخي. يلا روح بسرعة. الو مرحبا. الو اختي جوري، انا علي شير. اهلين علي شير. صعب خبرك، قوصوا زياد. قوصوا زياد؟ الو الو زياد 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 شو صار يا بنتي؟ يا الله دخيلك. شو صار يا بنتي؟ طولي بالك شوي. قوصوا زياد. مين قال لك قوصوه لزياد؟ شير خبرني بابا. يلا يا بسرعة جماعة بسرعة، يلا اطلعوا بسرعة بسرعة، سريع. الله لا يضيمنا فيه. يلا امشي بسرعة يلا. ألف لا بأس عليك يا زياد. مين قوصه؟ والله ما يلا هات هو الطابق يلا. الله لا يوفق أهل ابن الحرام. كيف وضعه؟ مين يلا يقوصه؟ هلا هو موجود بالعمليات. طولي بالك. خلص جوا. اهلين اخي. اهلين فيك. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. السلام وعليكم السلام. قوصوا على زياد. اهدي يا بنتي. خلص اهدي. مين قوصه؟ ما عرفنا بس واضح مين. مرحبا. اهدي. اهلين اخي. يا رب.
مرحبا. أهلين أخي. سلامته. الله يسلمك. مرحبا. أهلين. سلامته. الله يسلمك. الحاج. أهلا وسهلا. الله يسلمك. الله يسلمك. سلامته إن شاء الله. سوزان وعمي جعفر. سلامة قلبه. وهذا الإمام. مرحبا. أهلا وسهلا. طمنا كيف وضعه دكتور؟ طمنا عنه دكتور. يا جماعة اهدوا، بدنا حدا يتبرع لنا بالدم للمريض، كتير ضروري لو سمحتوا. تمام. مين بيحب يلا يتبرع؟ يا جماعة. يلا الكل يتبرع يا زياد. يلا يا جماعة. يلا امشوا يا جماعة. يلا. ليكو طلعوه. بعده إذا بتريدوا يا جماعة. بعده إن شاء الله خير. يا جماعة بعده شوي. بعد شوي لو يا سمحت. جماعة بعده شوي عنه. خليه يمرق. يا زياد بعده شوي لو سمحتوا. يا جماعة بعده شوي عطوه. رجعوا لورا يا شباب. رجعوا خلوه يمرق. بعده شوي. بعده يلا شوي يلا. يا جماعة. زياد يا الله يا زياد. دكتور طمنا عنه. لحظة نسمع الدكتور يا جماعة. عملنا اللي علينا، بدنا ننتظر. حالته صعبة، للأسف كان مصاب ب4 رصاصات، و2 من الرصاصات طلعوا من ورا ظهره، وهلأ ضل رصاصتين بجسمه. قدرنا نشيل رصاصتين منهم والباقي على الله. مع عفو إن شاء الله. شكرا. يعطيك العافية يا ألف الحمد لله. ما انتهك دكتور اعملوا كل شيء بتقدروا عليه. إذا بدك بناخده على أنقرة بناخده، المهم نقدر ننقذه. عملنا اللي علينا والعملية كانت ناجحة، ما في داعي نروح لأي مكان تاني مشان الاستشارات. سلامته. الله يسلمك يا دكتور. شكرا كثير. الله يخلينا ياك. خلينا نزيد الأكسجين. لحظة يا يلا سيد. جماعة. يلا هلا بس بنشوفه. في عنا مريض بالعناية المشددة بدنا نشوفه. بعتذر منك، الزيارات ممنوعة. لو خلونا سمحت نفوت بس خلي نشوفه كم بقى. واحد فينا نحن يفوتوا كلنا أهله. ويشوفوه. أنا راح أبعت بدنا باقي الشباب نطمن على عليه. الضيعة. طيب ماشي، فينا نفوت كم واحد بس مو الكل. طيب ماشي الحال. شكرا دكتور. لو سمحتوا يا أهل الضيعة ارجعوا على الضيعة فورا. طب والله بدنا راح نضل هون نضل نحن نطمن عليه. بالمشفى ما بدنا ونشوف نروح. الوضع، نتركه هون. واكيد راح ما نخبركم بنترك فورا. زياد لحاله. خلص تيسروا. خلص مثل ما بدك. يلا يا جماعة قولوا يا رب. وشكرا لكم. خلينا ندعي له بالسلامة. يلا. اقعدوا على المقاعد. والله مو حابب تفضل. اتركه. من هون والله لو مثلي سمحت. مثلك. تعي يمشي. شو هالناس؟ شو حكينا نحن؟ وشو هن عملوا؟ منيح ما صرنا شركة معهم، لك راح يقوصوا. عم تصاوب الغبي. ما فهمت شي أخي. تقاتل مع زياد بس انصاب.
وزياد؟ ما بعرف، خبروني على التليفون. أهم شي هلأ بس يجوا بتعمل كل شي قلت لك عليه. ماشي يا أخي. ليكن اجوا. تعال. لك أنا قلت لك تجيبه لهون شي، شو أنت بدك تجيب آخرتي يا زلمة؟ طيب اضطريت، شو بدي أعمل؟ ما فينا نضل بالمدينة بهالوضع. الشرطة ملاحقتنا وبدهم يمسكونا. اللي الصراحة خلصتوا على زياد؟ حمود فرغ المخزن كله عليه. ما فيك ترجعه ولا تخليه، الزلمة عم يموت. برأيي ما نخليه يتعذب. ما فيني أعملها؟ خلاص مثل ما عم قلك، وانت كمان لا جيت ولا شفتني. وشو بدي أقول لمحمود؟ شو بدك تقول؟ ما رح نخبر لا شكور ولا محمود، رح نخلي هالموضوع بيناتنا. طيب مثل ما بدك آغا. تمام، روح معه. تصرفوا. الموت قرب من زياد يا ناس، الموت قرب من زياد. هيك بياخد الشباب وهن بعمر الورد. زياد، زياد إياك تستسلم للموت، إياك تستسلم للموت يا زياد. لا تستسلم للموت يا زياد. قوم يا زياد، قوم يا زياد، لا تستسلم للموت. اهدي، لا تبكي يا بنتي، خلص اهدي. ماله؟ ماله مين؟ كيفك آغا؟ عندي أخبار حلوة لإلك. اسمع بالأول، منيح إنك رحت، لو ما رحت والله كانت هالمصيبة حتوقع فوق راسك. شو صاير عبد الله؟ شو عم تخبص انت؟ لك والله هالشي من كتر فرحتي يا أخي. زياد تقواص بمعته وبظهره، لك حتى كبده حالته سيئة كتير كمان، وهلا هو بغيبوبة. عن جد يا عبد الله؟ لك لا تكون شربت بغيابي ولا؟ أنا هلا سكران لأنه فزنا يا أخي. لك زياد عم يموت يا أخي. قوصوا؟ ليك عبد الله، إذا عم تقول الحقيقة وما إلنا علاقة بالقصة لا من قريب ولا من بعيد، صدقني رح كافئك أحلى مكافأة. خلي زياد يموت والحلوان رح يكون علي. واسمع لقلك، والله رح زوجك وأعمل لك عرس. ايه مثل ما بدك. لكن خليني أقوم جهز حالي للعرس يا أخي. روحوا لا، روحوا لا.
روح. رح اتجوز واخيرا. مالطيا رح اتزوج من عندك. يا الله دخيلك. هاي 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 هاي. اجيتي أنسة؟ منيح اجيتي. عم يقول عرفات ما بده يروح على المدرسة لأنه بده يشوف خاله. عرفات؟ تعال شوف عرفات. ليك عرفات، أنا اتصلت بالمشفى، قالوا لي عملية خالك نجحت، جيب شنطايتك وخلينا نروح. يلا. كيف وضعه لزياد هلأ؟ منيح. شكراً إلك. امشي، يلا. يا جماعة اهدوا شوي، زياد وضعه عم يتحسن، ما في داعي تضلوا هون. يا جماعة اهدوا، زياد وضعه عم يتحسن. كيف صار؟ ما في داعي تضلوا طمنا. هون. بعده اهدوا يا جماعة، بفضل الله وضع زياد صار الحمد أحسن لله. بكثير. الحمد الله لله. يشفيه ويكون معه. طمنتنا. طولوا بالكم. بعد هالحيوان عن المشفى. استناني هون لقلك. ماشي. جيته ما نافال منيح أبدا، ما فيني وقف الشباب، خليه يرجع من محل ما إجا وما بدنا نشوفه وشه هون. حاج اهدى، أنا رح شوف شو بده وخليه يروح. يلا. السلام عليكم وعليكم شيخنا. السلام. طمني، كيف وضعه؟ أنا آسف كتير، خلينا ننسى عداوتنا هلأ، مو وقت هالقصص. صدقني كل رصاصة اجت بزياد كأنه اجت فينا. شكور زعل كتير، بس هو هلأ بأنقرة. ليك عبد الله، وضع زياد مو منيح وما فيك تفوت، كل الشباب متوترين ووجودك رح يعمل مشاكل، لهيك بيكون أحسن إذا بترجع برأي صور الشر قبل ما يشوفوك. ايه طيب ماشي، بس بدي سلم على الحاج قبل ما اروح. عبد الله كمان الحاج هيك رأيه. يلا عبد الله رجع، روح. سلامته. الله يسلمك. سلامته مرة تانية. شكرا لك. يلا امشوا. مشي الحال راح. استنوني دقيقة ليكني جاية أنا. وقعت. استنوا شوي. طب ليش عرفات؟ استنوني حبيبي، ليش عم تبكي؟ شوفي. يلا حبيبي قوم غسل وشك بسرعة. تعالوا نلعب شي لعبة.
آغا شكلك مو نايم ما؟ شو مانك مبسوط على الشي اللي صار مع زياد؟ شو عم تحكي عبد الله؟ ما قدرت نام من الفرحة. رح يروح علي كثير نوم بهالحالة. لك أنا عبد الله إن شاء الله نخلص منه عن قريب. لساتني ماني عرفان مين اللي عمل اللي ما قدرنا نعمله. مو الكل بيرحم مثلنا يا أخي. بعدين نحن مو أعداء الوحيدين. شوف يا أما ما رح نقدر ننام بنوب يا أما رح ننام مرتاحين لبقية حياتنا. إن شاء الله إن شاء الله. ليكي سمرة، خالتك سوزان قالت إنها رح تضل بالمشفى عند خالك، لهيك وصتني فيكي، وقال لازم تديري بالك على عرفات، هو ما لازم يضل لحاله. بضل يبكي بالليل وعم يحكي بنومه. ليك عرفات، بوعدك رح أخدك تشوف خالك بالمشفى. أنت ولد قوي ولازم تضل قوي تمام. يلا روح لعند رفقاتك. كنتي شاطرة كتير بالمسرحية. شكراً إلك أنسة. موفقين حبيبتي. شكراً. يا جماعة اسمعوا، أنا اشتغلت وخدمت هالبلد، بس بحياتي ما حكيت كلمة ولا تفخرت بهالشي. بس للأسف أنا ما استفدت أي شي من هذا المكان كله يلي ولدت فيه وكبرت بين أهله مع باقي العشاير، نيرميكان، بيرشيكان، موليكان، مامشورة، وخصوصاً ديريجان. أنا آسف يا أخي سليمان لا تزعل، بس هن حاربوني وحاولوا يوقفوا بوشي ويبعدوني عنهم. ما بتتذكروا شو عملوا؟ لك رحت على البرلمان بدون ولا صوت منهم. بس هلأ أنا هون عم أخدمكن وما عم أقصر، بس للأسف وين ما رحت بيطلعوا بوشي. هي وكمان أخي لا تنسى هذا زياد اللي عم يموت، هو بالمشفى هلأ. خلاص عبد الله، لك مين هذا زياد؟ ما بيحق جلدك إلا ضفرك. لا تخليني أحكي على واحد ميت أو نص ميت، خلينا ساكتين. أستاذي أنت مانك لحالك، حضرة المحامي أحمد جنبك رح يكون معك من هون ورايح، رح يسيطروا على كل شي من جوا. ليك أخي سليمان، الكل لازم يعرفوا إنه هالسد يلي حضرتك أسسته والمنجم يلي رح يصير لنا رح يرجعوا يشتغلوا هلأ. مختار، بدي منك تجمع لي تواقيع أهالي كل الضيعة اللي عنا وتعطيهم للمحاميين. نحن رح نمنع هجرة أهل ديريجان، لا تاكلوا هم. كان في زياد وراح. قلت لكم أنا معكم، اهدوا معكم. شكور آغا. أنت هيك بتقول يا آغا؟ لا تنسى مو كل الناس مثل سليمان اللي جاينا من أنقرة. أولاً إبراهيم اللي قضى اليوم بالمشفى مع زياد، شو بتعمل بهالحالة؟ لا تقاطعني عبد الله. ايه وين كنا؟ انتو شغلتكن تضمنوا كبارية المنطقة كرمال يمنعون يثوروا علينا، وانا معكم. بس شو بنستفيد اذا خليناهم بالارض طالما راح زياد؟ يا غبي، لك شو بدك تقطع المي عن الطاحونة انت؟ لكن خلي المختار يجمع
التوقيع بسرعة من الأهل لنخلي كل هالأراضي هي إلنا. وقتها كلنا رح نشوف أهالي العشائر شو رح يعملوا، ونحن رح نمنعهم يطلعوا أو يعترضوا. شو أستاذي؟ لكان خلينا نرفع كاساتنا وننبسط. حضرة المحامية صحتكم. أهلين بسليمان. شوفوا يا أهل ملاطيا. أيوة يلا. هيك ها. ايوه يلا. هيك ها. عطيه. يلا شو الساعة الحلوة. يلا يا عيني على الآغا يا عيني. أيوة شباب يلا رقصوا. أيوة 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 يا عبد الله. خبروا الدكتور فورا، المريض حالته عم تسوء. ايوه عيني على الشارع يا عين. ايوه 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 ايوه. يلا ايوه ايوه يلا. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.